صباح الصباح يا دكتورة. طه دسوقي من اول ما بدأ والناس بتشبهه ببداية احمد حلمي، بس انا حاسس كده ان احنا محتاجين نتكلم عن بداية حلمي شوية لان في ناس كتير مش فاكراها. فكده قبل ما نتكلم عن طه دسوقي هنتكلم عن حلمي شوية. احمد عبد الفتاح. انا احمد عبد الفتاح. 9 فدادين مانجا و2 جوافه و3 كوكتيل. حلمي من اول ما بدأ وهو تقريبا واخدها سلمة سلمة، وانا بقى مش هحكي لك عن ان هو كان مخرج في الاول وعمل قبل كده برامج اطفال، لا انا هحكي لك عن اول ظهور له في مسلسل ناس ولاد ناس. بس حلمي لحسن حظه من بعدها اشتغل فيلمين ورا بعض من اخراج شريف عرفة، ومن هنا اصلا حلمي ابتدى يتشاف من فيلم عبود على الحدود اللي كان بطولة علاء ولي الدين ومعاه كريم عبد العزيز وغادة عادل وحسن حسني الله يرحمه. بالحضن بالحضن يا حبيبي. وبعدها شارك في فيلم الناظر بالشخصية الأشهر في تاريخه تقريبا، شخصية عاطف اللي لحد النهاردة بيتعمل عليها ميمز. بس أحمد حلمي فضل محشور في الأدوار الثانوية حتى بعد الناظر، لأن العيون كلها وقتها كانت باصة على محمد سعد اللي كان عامل الليمبي. بس حلمي بيكمل وبيعمل بعدها فيلم رحلة حب مع محمد فؤاد ومسرحية حكيم عيون اللي كانت برضه من بطولة علاء ولي الدين. حلمي بقى اللي ميزه عن ممثلين جيله انه فعلا كان عنده شغف تجاه الحاجة اللي هو بيعملها. بيشارك حلمي بعدها هاني سلامة في فيلم السلم والتعبان اللي كان من اخراج طارق العريان وكان معاهم هالة شيحة. بيبدأ حلمي من بعدها الناس تركز معاه اكتر، وبعدها بيختاروا المخرج مجدي الهواري عشان يعمل بطولة مشتركة لفيلم 55 اسعاف واللي كان بيشاركوا البطولة محمد سعد. الفيلم بقى صالح لحد النهارده انك تري واتش كذا مره حتى بعد ما عدى على الفيلم اصلا اكتر من 20 سنه. بس بعدها بيغيب احمد حلمي عن السينما سنتين عشان يرجع باول بطوله مطلقه له، هو فيلم ميدو مشاكل. سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه، معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك يا اخويا، اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. كان بيشاركوا في الفيلم وقتها شيرين وحسن حسني وخالد صالح. بص، هو الفيلم من اول ما نزل في ناس كتير ما حبتش الفيلم، بس دلوقتي الناس بترجع تتفرج عليه لانهم فعلا قدروا ان احنا كنا قدام فيلم حلو جدا. مش هقول لك فيلم زي بقية افلام حلمي زي اللي هنتكلم عليها كمان شوية، بس الفيلم كويس. احمد حلمي اصلا الفتره دي كان بيعمل افلام لايت كوميدي عائليه، اصلا انت مش هتدخل فيلم ميدو مشاكل اصلا عشان تحلله، لا هو فيلم لايت كوميدي خفيف تتفرج عليه انت والعيله او انت ومراتك وتطلع مبسوط. وحلمي بعدها عمل افلام زي صايع بحر وزكي شان ومطب صناعي. حلمي وقتها كان فعلا منتشر، كان ممكن يعمل لك فيلمين في السنه وعادي جدا والفيلمين يطلعوا حلوين. بس حلمي ما اكتفاش بانه يعمل افلام لايت كوميدي خفيفه، لان حلمي سنه 2007 خلاك تشوفه بطريقه مختلفه. فيلم كده رضا، الفيلم ده حلمي بيقدم 3 شخصيات، بيبو وسمسم والبرنس، كل شخصية فيهم ليها جانب، وحلمي عمل ده بشكل ممتاز لدرجة ان ال3 شخصيات بيبقوا واقفين قدام بعض وانت بتبقى قادر تفرق مثلا مين بيبو او مين البرنس. بس بعد الفيلم ده حلمي عمل واحد من احسن واهم الافلام في السينما المصرية، وهو فيلم اسف على الازعاج. حسن اللي كان بيقوم بدوره احمد حلمي مهندس طيران شاطر بس غريب حبتين، بيحب واحدة كانت بتقعد في نفس الكافيه اللي كان بيقعد فيه، وبنعرف ان اسمها فريدة. لو كملت لك وحكيت لك قصة الفيلم هيعتبر حرق، وانا بصراحة مش عايز احرقه لان الفيلم بجد حلو جدا، وايمن بهجت قمر وخالد مرعي قدموه بعبقرية. فلو انت من الناس اللي لسه ما اتفرجوش على الفيلم لحد دلوقتي، انا بصراحة مش عارف انت قاعد بتعمل ايه لحد دلوقتي، فقوم اتفرج عليه. حلمي بعدها على طول بينزل بفيلم ألف مبروك اللي تهاجم أول ما نزل لأنه مقتبس من فيلم تاني. الناس بقى اللي تغاضت عن الجزئية دي واتفرجت واحترمت كل اللي اشتغلوا على العمل ده فعلا انبسطوا بالفيلم. والفيلم بالنسبة لي ومن وجهة نظري هو فيلم كويس جدا، بس الفيلم اللي نزل بيه حلمي بعدها وأشهر فيلم له تقريبا فيلم عسل أسود. الفيلم بيتكلم عن مصري اللي بيقوم بدوره أحمد حلمي اللي رجع من أمريكا بعد 20 سنة وبيحاول يتأقلم على الحياة في مصر. كان معاه في الفيلم إدوارد وإنعام سالوسة ولطفي لبيب ويوسف داوود، وكل اللي شارك في الفيلم فعلا عمل دوره بإخلاص. الفيلم كان دارك كوميدي، ودي النوعية اللي اتشهر بيها حلمي في الأفلام اللي قبل دي. وبعد مجموعة الأفلام الناجحة دي يعمل أحمد حلمي أفلام زي بلبل حيران وإكس لارج وعلى جثتي، أفلام مش سيئة تماما بس مش بقوة الأفلام اللي فاتت. وبيكمل احمد حلمي وبيعمل افلام زي صنع في مصر ولف ودوران وخيال مآتة، افلام واقعة جدا، ومن هنا الناس بدأت تهاجم احمد حلمي. بس عشان الناس واثقة في حلمي وعندها امل الافلام الجاية هتكون احسن، فضل احمد حلمي عنده شعبية كبيرة والى الان الناس جدا بيحبوه. انا ليه بقى حكيت لك ده كله والفيديو اصلا عن طه دسوقي؟ عشان اولا تفهم الناس ليه بيشبهوه بحلمي، وهل ده بقى فعلا بجد ولا مجرد حب زياده للشخص مش اكتر. بص، طه من قبل ما يخش مجال التمثيل وهو اصلا ستاند اب كوميديان، يعني عنده فرص ولو 1% اكتر من احمد حلمي.
بس بالعكس طه بدأها بأدوار صغيرة وبدأها بمسلسل موضوع عائلي مع ماجد الكدواني. طه من أول عمل ليه وهو موفق في اختياراته، حتى الناس اللي ما كانوش يعرفوه هو ستاند اب كوميديان قالوا عليه دمه خفيف جدا. المسلسل نفسه من أحسن المسلسلات اللي شاهد أنتجتها آخر فترة، مسلسل 10 حلقات تتفرج عليهم في يوم وخلصت. يشارك بعضها طه في مسلسل في بيتنا روبوت مع هشام جمال وليلى احمد زاهر. بص عشان ما اكدبش عليك انا ما اتفرجتش على المسلسل، بس كل اللي اعرفهم اتفرجوا على المسلسل قالوا ان طه دسوقي كان هو اللي ماسك الخط الكوميدي في المسلسل وكان حلو جدا. ويشارك بعدها طه دسوقي في فيلم فرق خبرة، الفيلم اللي للاسف فشل في السينمات، مش عشان الفيلم وحش او قصته وحشة، لا علشان الفيلم كان بطولة ناس ما عندهمش جماهيرية كفاية انهم ما يمسكوا فيلم، محمد الشرنوبي وهدى المفتي. وطبعا زي ما انت عارف طه دسوقي كان ماسك الخط الكوميدي في الفيلم، هو كان دور ثانوي ودور صغير، وياخده بعدها المخرج عمرو سلامة في دور صغير في مسلسل بيمبو. بص طه كان محظوظ من اول ما بدأ وعمل اعمال نجحت زي موضوع عائلي الجزء الثاني اللي كان دوره فيه اكبر على فكرة. ويشارك طه دسوقي في رمضان في مسلسل الصفارة اللي نزل مع احمد امين وآية سماحة. طه واحمد امين فعلا كان الكيمستري بينهم عاليه جدا، وطه كان عنده تحديات في المسلسل ده اكتر من احمد امين نفسه. طه كان مطلوب منه يعمل 5 أو 6 شخصيات مختلفين تماما عن بعض وقدر يعمل ده فعلا. طه بقاله ما يقارب ال3 سنين بس في المجال وقدر يعمل حاجات كتير محدش قدر يعملها في جيله. بس طه إلى الآن ورغم موهبته الكبيرة وحب الناس ليه ممسكش أي بطولة لحد دلوقتي. ممكن ده اللي خلى الناس تشبهه بمسيرة أحمد حلمي في بدايته. ولو رجعت بس 3 و4 دقايق ورا من كلامي هتفتكر ان انا قلت لك ان احمد حلمي قعد فتره كبيره جدا من مسيرته بيعمل ادوار كوميديه ثانويه صغيره، بس الناس كانت مركزه معاه زي ما الناس دلوقتي مركزه مع طه دسوقي. بس احمد حلمي بموهبته واجتهاده وحب الناس ليه قدر يعمل بطوله وقدر ينجح جدا وبقى من اهم النجوم في مصر. وطه دلوقتي بيستعد وبيعمل أول مسلسل بطولة له من إنتاج واتشد، وهو مسلسل حالة خاصة. المسلسل تقريبا نزل منه حلقتين بس أنا لسه متفرجتش عليه، ممكن المسلسل لما يخلص نعمل عليه حلقة، وقولي رأيكم في الكومنتات. وبس كده وفركش.